السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سنة تالتة إعدادي في قناتكم ذاكر لي أونلاين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل مع بعض سلسلة المراجعات اللي بدأناها علشان نستعد لامتحانات الترم الأول. هنحل مع بعض النهاردة نموذج رقم 2 في مادة الدراسات الاجتماعية، واللي فيه أسئلة مهمة جدا جدا، فركزوا معايا يا شباب وكملوا الفيديو ده للنهاية. قبل ما نبدأ كالعادة انزل ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. أول سؤال معانا في امتحان النهاردة طبعا هو سؤال الخريطة. بيقول لك أمامك خريطة لقارة إفريقيا، اكتب ما تشير إليه الأرقام. رقم 1 ده مسطح مائي، ده إيه يا شباب؟ سؤال سهل جدا، هقوله ده طبعا المحيط الأطلنطي. طب رقم 2 الجبال اللي موجودة هنا دي تحديدا جبال إيه؟ نركز يا شباب، دي جبال دراكنسبرج. طيب إقليم مناخي موجود هنا كده في أفريقيا، ده إقليم إيه؟ ده طبعا يا شباب اللي موجود هنا ده حوض الكونغو، يبقى ده طبعا الإقليم إيه؟ الاستوائي وشبه الاستوائي. طيب بيقول لك سلالة بشرية، دي السلالة إيه؟ نركز عشان دي فيها خدعة، دي السلالة إيه يا شباب؟ دي السلالة القوقازية مش الزنجية. طيب قبل ما نتنقل على مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده، حابب أفكركم يا شباب إننا عملنا فيديو مهم جدا للخريطة وإزاي تحلها في الامتحان. هسيب لكم الرابط بتاعه في أول تعليق مثبت تقدروا تشوفوه بعد الفيديو ده. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقول لك صوب ما تحته خط. تقع شبه جزيرة الملايو في قارة أفريقيا. شبه جزيرة الملايو بتقع فين؟ في آسيا مش أفريقيا. طب السؤال التاني، أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان هي جزيرة تايوان في آسيا. طبعا غلط، سؤال مشهور جدا، دي جزيرة جاوا هي أكثر مناطق العالم ازدحاما. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك جماعة البانتو تنتمي للسلالة القوقازية. هل البانتو سلالة قوقازية؟ لا، هما السلالة إيه؟ دول سلالة زنجية. السؤال اللي بعد كده بيقول لك تعتبر حشائش الستبس حديقة حيوان طبيعية. طبعا مش حشائش الستبس اللي حديقة حيوان طبيعية، هي حشائش السافانا. طب بيقولك تمتد جبال طروس في العراق وإيران. هل جبال طروس هي اللي بتمتد في العراق وإيران؟ لا، أمال جبال إيه؟ جبال زاجروس، برافو عليكم. بعد كده معانا سؤال بيقولك ما النتائج المترتبة على. السؤال الأول، كثرة الجزر والتعاريج في سواحل قارة أوروبا. إيه اللي ترتب على وجود جزر كتير وتعاريج فيها؟ أقول له ببساطة ده أدى إلى كثرة وجود الموانئ الطبيعية. طب السؤال التاني، انصهار السلالات واختلاط الصفات الطبيعية. ايه اللي حصل لما انصهرت السلالات مع بعض واختلطت الصفات الطبيعية؟ هقوله طبعا ترتب على ذلك عدم وجود دولة في العالم بيتكون شعبها من سلالة واحدة. بس كده؟ لا، وكمان أدى إلى ندرة وجود السلالات النقية في وقتنا الحاضر. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان في معظم دول قارة آسيا. ايه اللي ترتب على الكلام ده؟ هو اللي ترتب على كده طبعا مشكلات عديدة، منها نقص الغذاء وقلة نصيب الفرد من الدخل القومي وانخفاض مستوى المعيشة، وأخيرا وجود هجرات بقى غير شرعية بتتجه معظمها إلى الدول المتقدمة زي أوروبا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما النتائج المترتبة على ارتفاع نسبة فئات صغار السن في الدول النامية. ايه اللي ترتب على الكلام ده؟ هقوله طبعا ترتب على ذلك تحمل هذه الدول ميزانية ضخمة لتوفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات. طيب بعد كده بقى بيقول لك توجد الجبال والهضاب والسهول في كل قارات العالم، وإن اختلفت في امتدادها ومساحتها وارتفاعها. في ضوء العبارة دي بقى وضح رقم 1 ما العلاقة بين نهر النيل وهضاب شرق ووسط أفريقيا. العلاقة بين نهر النيل يا شباب بتاعنا وهضاب شرق ووسط أفريقيا مسافة بينهم بعيدة. هقوله طبعا في علاقة، روافد نهر النيل بتنبع أصلا وبتبتدي من هضبة الحبشة في أثيوبيا في شرق القارة، وهضبة البحيرات الاستوائية الموجودة في وسط القارة. طب السؤال التاني، ما وجه الاختلاف بين السهول الساحلية لقارة أوروبا والسهول الساحلية لقارة أفريقيا؟ ايه الاختلاف ما بين السهول الساحلية هنا والسهول الساحلية هنا؟ السهول الساحلية لقارة أوروبا يا شباب هقوله دي سهول متسعة متعرجة بتمتد على المحيط الأطلنطي
والبحر البلطي وبحر الشمال في الغرب والشمال الغربي، وعندنا في البحر المتوسط اللي موجود في الجنوب. أما بقى السهول الساحلية لقارة أفريقيا فهي سهول بتمتد على طول سواحل البحار والمحيطات اللي محيطة بالقارة. وبتتميز السهول الساحلية يا شباب اللي موجودة في قارة أفريقيا عامة أو بصفة عامة إن هي ضيقة، ولكنها بتتسع فين؟ عند مصبات الأنهار. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما مصداقية العبارة الآتية: تفقد أنهار أوب ويانسي ولينا أهميتهم في الاقتصادية طبعا في فصل الشتاء؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ هو كده بيقول لك صح ولا غلط؟ هقوله طبعا صح، هقوله إنها بتتجمد في فصل الشتاء. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك بما تفسر تركز السكان في السواحل الشرقية لقارة أستراليا. ليه السكان بيتركزوا في السواحل الشرقية تحديدا لقارة أستراليا؟ هقوله طبعا بسبب وجود المدن الكبرى زي سيدني والمناطق الصناعية الكبرى، عشان كده بيتركزوا فيها. طيب بيقول لك العرب ليسوا من سلالة واحدة. ايه تفسيرك للكلام ده؟ هقوله ايوه، ده بسبب ايه؟ بسبب اختلاطهم اللي هم العرب مع السلالات الأخرى بعد حدوث الفتوحات والهجرات على مر التاريخ، وإن كانت طبعا الأغلبية العظمى من العرب بينتموا للسلالة القوقازية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما المقصود بكل من الدول الجزرية؟ يعني إيه دول جزرية يا شباب؟ هقولوا دي الدول اللي بتتكون من جزيرة أو أكثر، أو قد تكون جزءا من جزيرة. طيب السؤال التاني بيقول لك الإقليم المناخي. يعني إيه إقليم مناخي؟ الإقليم المناخي هو منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائص مناخية معينة من حيث الحرارة والرياح والأمطار. السؤال اللي بعد كده في الجغرافيا بيقول لك قارن بين كل من إقليم المناخ الاستوائي وإقليم مناخ البحر المتوسط من حيث الأمطار والنبات الطبيعي. طيب هقوله بالنسبة للأمطار في الإقليم الاستوائي فهي بتسقط إمتى؟ طوال العام. أما إقليم مناخ البحر المتوسط فأمطاره بتسقط في فصل الشتاء، والجفاف بيسودوا في الصيف. بالنسبة بقى للنبات الطبيعي اللي بينمو في الإقليم الاستوائي فهي الغابات الاستوائية ذات الأشجار الكثيفة والمتشابكة، واللي من أهمها طبعا المهوجني والمطاط. أما بقى اللي بينمو في إقليم البحر المتوسط فهي غابات البحر المتوسط، واللي بتتميز بإيه؟ بأشجارها دائمة الخضرة زي الزيتون، وكمان موجود فيها حشائش الستبس اللي بيتم استغلالها كمراعي طبيعية. وقلنا الحشائش دي بتعرف في أمريكا الشمالية باسم إيه؟ حشائش البراري. طيب السؤال التاني بيقول لك قارن بين السلالة المغولية والسلالة الزنجية من حيث الشكل الخارجي وأكثر القارات انتشارا. سؤال مهم جدا. هقوله بالنسبة للسلالة المغولية عندنا طبعا البشرة الصفراء والعيون المنحرفة والشعر الأسود المسترسل. أما السلالة الزنجية فبتتميز بالبشرة الداكنة والأنف العريض والشعر الأجعد والشفاه الغليظة. طب السلالة المغولية بتنتشر فين؟ في الصين واليابان وكوريا ومنغوليا وسيبيريا طبعا ودول جنوب شرق آسيا، وطبعا بعض المناطق في الأمريكتين. أما بقى السلالة الزنجية فبتتركز في أفريقيا خاصة قرب دائرة الاستواء، وكمان موجودة في آسيا جنوب شرق الهند وفي أوروبا والأمريكتين واستراليا. هنتنقل دلوقتي يا شباب لأسئلة التاريخ. بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. اعتقلت القوات الفرنسية نقط وقامت بإعدامه رميا بالرصاص في سبتمبر 1798. ده كان مين يا شباب؟ ده كان طبعا محمد كريم. طب عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى تألف الوفد المصري من أعضاء الجمعية تنفيذية ولا عمومية ولا قضائية ولا تشريعية؟ الوفد طبعا اتألف أو اتكون من أعضاء الجمعية التشريعية. بيقول لك أعيدت وزارة الخارجية المصرية بناء على إيه؟ من نتائج إيه يا شباب اللي خلت وزارة الخارجية المصرية ترجع تاني؟ نتائج تصريح 28 فبراير 1922. طب بيقول لك كانت سياسة محمد علي الزراعية بتهدف في مجملها لإيه؟ تحقيق الاكتفاء الذاتي ولا زيادة الموارد المالية ولا تحسين أحوال الفلاحين ولا منافسة الدول الأجنبية؟ كانت سياسته طبعا الزراعية بتهدف في مجملها لزيادة الموارد المالية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك فقدت دولة المماليك
أهميتها كوسيط تجاري بسبب إيه؟ كثرة الفتن ولا الكشوف الجغرافية ولا معركة الريدانية ولا اضطراب الأمن؟ هقوله طبعا كوسيط تجاري فقدته بسبب الكشوف الجغرافية لما البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك إلى من تنسب الأعمال التاريخية الآتية؟ اعتنى بتطهير ترعة المحمودية لتفي بحاجة الري والزراعة. ده كان مين يا شباب؟ ده كان طبعا سعيد باشا، برافو عليكم. طيب بيقول لك تزعم ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين في عام 1800. مين اللي تزعم ثورة القاهرة الثانية يا شباب؟ ده كان طبعا عمر مكرم. طيب تولى رئاسة الوزارة المختلطة عام 1878 بناء على اتفاق فرنسا وانجلترا. مين اللي تولى الوزارة المختلطة يا شباب؟ ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه نوبار باشا. طيب زعيم وطني طالب بالدستور وأصدر جريدة اللواء. ده كان طبعا الزعيم مصطفى كامل. بعد كده معانا سؤال بيقول لك بما تفسر فشل حركة علي بيك الكبير. ليه فشلت الحركة دي يا شباب؟ هقوله طبعا بسبب انحياز نائبه محمد بيك أبو الدهب للسلطان العثماني واتفاقه مع الدولة العثمانية ضد علي بيك الكبير. طيب كان محمد علي مقيدا في حكم مصر عند توليه. بما تفسر ليه كان مقيد؟ هقوله ده لأنه عندما اجتمع بزعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف بدار المحكمة وقرروا تعيين محمد علي، أخدوا عليه إيه؟ أخدوا عليه العهود والمواثيق بأن يحكم بالعدل وألا يبرم أمرا إلا بمشورتهم. يعني كان مقيد بأنه يشور العلماء ونقباء الطوائف اللي كانوا مجتمعين معاه. طب بيقول لك بما تفسر توقف حركة النهضة التي ظهرت في عهد محمد علي خلال عهد عباس باشا الأول. ليه بقى توقفت النهضة دي؟ لأن عباس باشا الأول أغلق المدارس وأغلق معظم المصانع اللي أنشأها محمد علي، وكمان خفض عدد أو حجم الجيش وعطل أعمال الترسانة البحرية. طب السؤال اللي بعد كده في أسئلة بما تفسر بيقول لك عزل الخديوي إسماعيل في يونيو 1879 وتولية ابنه توفيق. سؤال مهم جدا وبيتكرر كتير يا شباب. ليه تم عزل الخديوي إسماعيل؟ هو طبعا بسبب قيامه بإقصاء الوزيرين الأجنبيين عن الوزارة المختلطة وإصداره المرسوم في سنة في شهر إبريل 1879 بتسوية الديون طبقا لما قررته اللائحة الوطنية الأساسية. عشان كده قامت حكومة بريطانيا وفرنسا بالضغط على السلطان العثماني اللي استجاب وأصدر فرمان بخلع الخديوي إسماعيل وتولية مين؟ تولية ابنه توفيق. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة مهمة جدا بتقول لك دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. اتبع محمد علي سياسة تهدف إلى السيطرة على الإنتاج الصناعي. إيه دليلك على الكلام ده؟ هقوله أيوة طبعا، ده كان من خلال إمداد الصناع بالمواد اللازمة للصناعة وكمان من خلال شراء المنتجات بقى الصناعية، وبكده يكون سيطر على الإنتاج الصناعي. طب السؤال التاني دلل على بشاعة معاملة نابليون لأهالي مدينة يافا. إيه الدليل على الكلام ده؟ هقوله حيث حاصر نابليون مدينة يافا واستولى عليها وأعدم جميع أفراد حميتها رغم إعطائه لهم الأمان على أرواحهم، مرتكبا جريمة بشعة عرفت باسم مذبحة يافا البشرية. طب السؤال اللي بعد بيقول لك كان لدستور 1923 العديد من المزايا ولكنه لم يخلو من العيوب. ايه دليلك على الكلام ده؟ هتقول له بقى المزايا والعيوب. هقول المزايا كانت في انه كان خطوة في تقرير مبدأ الأمة مصدر السلطات، وكمان الدستور ده وضع نهاية للحكم المطلق وقرر بقى مبدأ المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات واحترام الحريات العامة. أما العيوب فتمثلت في إيه؟ في إنه أعطى الملك سلطات واسعة تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية. إزاي يعني؟ فكان من حقه حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك دلل تشابهت سياسة نابليون وكليبر في التعامل مع ثورات المصريين. إيه دليلك على الكلام ده؟ هقول له أيوة، حيث الاتنين قاموا بإخماد ثورتي القاهرة الأولى والتانية بالقوة والقمع والإرهاب، وكمان فرضوا غرامات مالية وضرائب على الشعب المصري. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك
تضافرت أو تجمعت العديد من العوامل التي أدت إلى فشل الثورة العربية. يعني هنا عايزك تقول له أسباب فشل الثورة العربية. هقول له أيوة، كان فيه أسباب أدت لفشلها. رقم 1، عدم تكافؤ القوى العسكرية بين قوات الاحتلال البريطاني والقوات المصرية، وكمان كان تواطؤ إدارة شركة قناة السويس الأجنبية بتاعة ديليسيبس مع قيادة الجيش البريطاني، وكمان إصدار السلطان العثماني يا شباب منشورا بإعلان عصيان عرابي، واللي أدى طبعا إلى إحباط الجنود. بس كده؟ لا، وعدم بقى إدراك قيادة الثورة العربية لأهمية التعبئة الشعبية لمساندة القوات المصرية في معاركها، وميول برضو بعض العناصر في القوات المصرية للأسف للخديوي والبريطانيين. والظروف الدولية في سنة 1882 ما كانتش أبدا في صالح الحركة الوطنية. كل دي أسباب أدت في النهاية لفشل الثورة العربية. طيب بعد كده بيقول لك التعليم هو المفتاح الذي يفتح لنا الباب الذهبي لبلوغ الحرية. في ضوء العبارة السابقة أجب عما يأتي. 1، وضح التشابه بين التعليم في عهد محمد علي وعهد الخديوي إسماعيل. هو في تشابه بينهم؟ أيوة طبعا. التشابه كان في إنشاء المدارس والاهتمام بالكتب، فنلاقي محمد علي أنشأ المطبعة الأميرية ببولاق لطبع الكتب اللازمة للمدارس وطبع الكتب الأدبية والفنية. أما الخديوي إسماعيل فأنشأ دار الكتب. طيب بيقولك دلل على استخدام محمد فريد سلاح التعليم في مواجهة الاحتلال البريطاني. إيه دليلك إن محمد فريد استخدم سلاح التعليم عشان يواجه الاحتلال؟ هقوله طبعا حيث دعا إلى إنشاء مدارس الشعب الليلية لتعليم العمال والفقراء مجانا، وكمان دعا إلى جعل التعليم إلزاميا وبالمجان في مراحله الابتدائية. طيب آخر سؤال معانا بقى النهاردة بيقول لك قارن بين كل من اتفاقية العريش عام 1800 ومعاهدة لندن عام 1840 من حيث من حيث الأطراف والشروط. طب بالنسبة لاتفاقية العريش يا شباب فكانت بين مين ومين؟ بين كليبر قائد الحملة الفرنسية والعثمانيين. أما معاهدة لندن فكانت بين السلطان العثماني والدول الأوروبية. بالنسبة بقى لشروط اتفاقية العريش فكانت خروج الحملة الفرنسية بجنودها إلى فرنسا على نفقة الدولة العثمانية. أما شروط معاهدة لندن فكانت طبعا إعادة بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية للسلطان العثماني، وتثبيت محمد علي في حكم مصر، وإعلان خضوع محمد علي للسلطان العثماني. وبكده يا شباب يكون خلص امتحان النهاردة. هسيب لكم رابط فيديو الخرائط في أول تعليق مثبت، وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان تتابعوا كل فيديوهات المراجعة اللي هننزلها أول بأول. سلام.